لو كنتم زيي من سكان اسكندرية وبتحبوا جدا الأكلات البحرية، الأسماك بكل أنواعها والجمبري والكابوريا وغيره وغيره، يبقى أكيد وصفتنا النهاردة للجمبري المسلوق على الطريقة الإسكندراني والرز بالجمبري هتعجبكم جدا. لو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. الأول هنبدأ ننظف الجمبري من حبل الرمل اللي فيه. هنجيب خلة أسنان، وفي تاني فقرة للجمبري هندخل الخلة وهنطلع الخيط الرفيع اللي بيطلع معانا كده، هنشده بالراحة، وهو ده حبل الرملة أو خيط الرملة اللي لازم ننظف منه الجمبري. ونضفنا كل مقدار الجمبري بالشكل ده. الحقيقة رز الجمبري بيحتاج جمبري مقاس أصغر من كده، بس أنا ما لقيتش، فأنا هاخد من الجمبري المقاس الكبير ده أعمل منه رز الجمبري. هقشر كام واحدة عشان يدوا الطعم وأقطعهم صغير كده. بقية الجمبري بقى هنسلقه على الطريقة الإسكندراني. الحقيقة الجمبري ما بتحطلوش مية، ما بيتسلقش بمية أبدا. بنقطع عليه بصلة صغيرة، وبنحط ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، ومعلقة صغيرة من الثوم، وبنقلبهم حلو قوي مع بعض، وبنغطيهم، وبنصغر عين على البوتاجاز، بنوطي عليها جدا ونغطي على الحلة بتاعتنا ونسيبها تستوي. الجمبري بينزل ميه وبيستوي في الميه، هي دي شوربة الجمبري بتاعتنا. احنا بنحطش في اسكندرية ميه ابدا على الجمبري وهو بيتسلق. هنبدأ نعمل الرز بتاعنا. هنحط زيت كمية كفاية، وننزل بيها الرز ونحمر الرز تماما لحد ما يبقى لونه ذهبي بالشكل ده. هنصفي الزيت الزيادة اللي فيه، وننزل عليه بصلة مبشورة بشر ناعم جدا، ونقلبها كويس قوي معاه لحد ما البصلة بتاعتنا تدبل. ننزل عليها بمعلقة من صلصة الطماطم عشان رز الجمبري بيبقى لونه على أحمر شوية. وبعدين ننزل بالجمبري اللي احنا نضفناه وقطعناه صغير، ننزل عليه ونفضل نقلب لحد ما لون الجمبري يبقى بامبي بالشكل ده. هننزل عليه بمية مغلية عيار الرز، ونقلب حلو قوي، ونضيف الملح بتاعنا، ونغطي على الحلة بتاعتنا ونهدي النار، ونسيب الرز بتاعنا يستوي لحد ما يبقى بالشكل الرائع ده. انا عندي الحقيقة قالب على شكل سمكة، شكله تحفة جدا، بستخدمه جدا لما يبقى عاملة عزومة سمك او كده. ضغطت فيه الرز وقلبته، وبدأت ارص الجمبري المسلوق بتاعي بالشكل ده، وقدمته بالشكل الرائع ده. الرز بتاعي معمول على شكل سمكة، وفي حضنها وحدات الجمبري المسلوق. زي ما قلت لكم، احنا في اسكندريه ما بنحطش ميه على الجمبري وهو بيتسلق، وما بياخدش حاجه على النار، وبيبدا لونه يحمر. واول ما لونه يحمر بالشكل ده، ده معناه ان الجمبري بتاعنا استوى. أكلة تحفة، وجنبها شوربة الجمبري اللي مليانة البهارات والطعم بتاع الجمبري. يعني الجمبري بالطريقة دي بيبقى تحفة تحفة. رز طعمه رائع وفوق ما يمكن أن تتخيلوا وتتصوروا. دي طريقتنا الاسكندراني في عمل الجمبري وعمل الرز. أتمنى لو عجبتكم وصفة النهاردة إن انتوا تنفذوها، تكتبوا لي رأيكم ورسائلكم في التعليقات، وبالحب.